شباب عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد جمال، والنهارده هنكون في حلقه جديده من بودكاست الستودنت اكتيفيتيز، واللي بنتكلم فيه عن ستودنت اكتيفيتيز من اللي عامله معانا بارتنرشيب في اس ال اي. والستودنت اكتيفيتي ده النهارده هو بريكنج بوينت اللي في جامعه المنصوره. معانا النهارده باشمهندس عمر اشرف، تانية كهرباء باور، وهو بريزيدنت بريكنج بوينت. هيعرفنا اكتر عن بريكنج بوينت، بيعملوا ايه، إيه الحاجات اللي بيقدموها، ايه التيمز اللي عندهم، وايه الفيجن بتاعتهم. فان شاء الله تستفيدوا وتكون حلقة موفقة ومفيدة ليكم جميعا. اهلا بيك يا باشمهندس، اتفضل. ازيك يا باشمهندس، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يعني نكون خفاف على المشاهدين كلهم. اهلا بيك، اهلا بيك. آه، احنا تيم بريكن بوينت، تيم طلابي من جامعة المنصورة. وإن شاء الله يعني نكون مفيدين لكم. آه، في حكايات بتبدأ بشكل واضح، وفي حكايات بتبدأ بهدوء خالص لدرجة إن محدش بياخد باله منها. حكايتنا كانت من النوع التاني، إنه في يوم 10/10/2012، وده تاريخ تأسيسنا. 5 طلاب كانوا قاعدين في قاعة عادية جدا، بيذاكروا وبيساعدوا بعض، بس جواهم إحساس إن في حاجة ناقصة. هما مش ناقصين معلومات، لكن ناقصين معنى، هما ناقصين تجربة. واحد فيهم سأل سؤال بسيط: ليه ما نجربش نطبق بإيدينا؟ ليه ما نشاركش في حاجة يعني في حاجة أو في مسابقات أو حاجة أكبر مننا؟ ومن السؤال ده بدأت الحكاية. علشان يشاركوا كان لازم يكونوا جزء من student activity. فقرروا يبقوا هما البداية، ومن هنا اتولد بريكن بوينت. هو مش مجرد اسم، لكن فكرة إن كل واحد فينا عنده نقطة تحول. هي لحظة بيقرر فيها يطلع أفضل نسخة من نفسه، آه، ويقدم الأحسن والأحسن. إحنا مهمتنا إن إحنا نطور طلاب جامعة المنصورة عن طريق تدريب قوي ومميز في الروبوتكس والبيزنس وتطوير الأعمال. وبنشتغل إننا نجهزهم بالمهارات اللي تساعدهم ينجحوا ويتفوقوا في سوق العمل. وكمان بنحرص إننا نبرز تميز الجامعة على مستوى مصر والعالم من خلال المسابقات اللي بندخلها والفعاليات اللي بننظمها. وهدفنا إن إحنا نكون مرجع أساسي ونقطة بداية لأي حد عنده شغف بالروبوتات والأوتوموتيف والبيزنس بشكل عام، ونساعد الطلبة يجهزوا نفسهم لمتطلبات سوق العمل ويتميزوا في طريقهم المهني. وفي 2013 كانت بدايتنا. خدنا المركز العاشر في مسابقة عالمية انترناشونال ماين سويبر، وكمان المركز الأول في مسابقة لاين فولور، ومركز الأول في النسخة الثالثة من الملتقى العلمي للابتكار، ومركز الثاني في المؤتمر العلمي الرابع في أسوان. واستمرت رحلتنا في 2015، خدنا المركز الثالث لأول مرة في مسابقة ROV، وخدنا كمان في نفس المسابقة بيست بايلوت، وهو خدها باشمهندس أحمد إيهاب أو أحمد رضا، وكان من بربركن بوينت وقتها. وكمان خدنا المركز الثالث في مسابقة ماين سويبر العالمية اللي اتقامت في شيلي، وخدنا فيها البيست ديزاين. وفي 2016 خدنا بيست روبوتكس تيم اللي نظمتها اي تريبل اي ار اس ار اي اس، اللي هي روبوتكس اند اوتوميشن سوسايتي. وكمان نظمنا ايفنت يو اي في بيلد اب في مارس 2016 اللي اقام في جامعة المنصورة. وفي 2017 كانت بدايتنا في عالم السيارات، وخدنا المركز السابع في يو جي في سي اللي هو unmanned ground vehicle competition، اللي أقامت في الكلية الفنية العسكرية، بتقام سنويا في الكلية الفنية العسكرية في القاهرة. خدنا المركز السابع. وفي 2018 خدنا المركز السابع في مسابقة جلوبال هايبرد إلكتريك كارز. وكمان نظمنا ايفنت انماند اكس في ابريل اللي قام برضو في قامعة المنصورة، والمركز السابع في مسابقة في نسختها الثانية في الكلية الفنية العسكرية اللي هي يو جي في سي في 2018. وفي 2019 سعينا وصل لإنجاز إن إحنا خدنا المركز الأول في مسابقة جلوبال هايبرد إلكتريك كارز. وفي 2020 كانت خطوتنا الأولى، لأول مرة شاركنا في مسابقة وايل إف، وسعينا واجتهدنا واشتغلنا على نفسنا
عشان في السنة اللي بعدها 2021 خدنا المركز الأول في واي ال اف ببروجكت وسيلة بفند 100,000 جنيه. وفي 2022 استمرت النجاحات، إن إحنا مثلنا جامعة المنصورة في نيو كابيتال في ملتقى الإبداع، آسف ملتقى الابتكار، وخدنا المركز الأول والتاني في النسخة الخامسة لمسابقة الابتكار اللي قامت في جامعة المنصورة. وفي 2023 تأهلنا من بين 100,000 تيم عالميا ببروجكت ألامبو. وكمان اتأهلنا الواي ال اف ببروجكتين، أولهم كان جولف كار بروجكت والتاني كان كاير موبايل أبليكيشن. وفي 2024 نظمنا بطولة المبدعين المفتوحة للروبوتات، ده اللي كان للأطفال أو الشباب الصغيرة، وخدنا المركز الثالث فايل اف كونكريت بلس، وتوب 5 رالي ايجيبت، وتوب 7 فايل اف ليج 4. وفي 2025 اللي هي السنة اللي فاتت زادت نجاحاتنا أكتر وأكتر، وخدنا المركز الأول في هالت برايز بمشروع كوبي اللي هنشرحه بعد كده. وكمان تأهل 6 تيمات من جامعة المنصورة لنهائيات رالي، وكان من ضمن ال6 تيمات دول 3 تيمات من بريكن بوينت، 2 منهم خدوا فاندنج سبورت أو فند للبروجكتات دي. كانوا ريفولفكس ب125,000 وهاي تيرن ب50,000. وكمان نظمنا في 2025 بطولة المبدعين للأطفال في نسختها التانية. وآخر حاجة السنة دي سنة 26 خدنا المركز الثالث في هالت برايز مشروع كوبي. سنة ورا سنة الحكاية كبرت، أول مشاركة كانت خطوة جريئة، وأول نجاح كان دليل إننا ماشيين في الطريق الصح. مش كل مرة كسبنا، بس كل مرة اتعلمنا وقمنا أقوى. وخلينا نوضح شوية من المشاريع اللي كانت جوه التيم أو اللي جوه التيم حاليا واللي قدرت تحقق نجاحات خلال السنين اللي فاتت، وكانت بإيدين الممبرز اللي جوه التيم. ممبرز يعني طلاب من هندسة ومن حاسبات ومن زراعة ومن كل الكليات. أول حاجة كانت سي إن سي. طبعا عارفين إن أي بي سي بي محتاجة بورد تثبت فيها كومبوننت، وعلشان كده أو يعني عشان الكومبوننت دي تتحط محتاجة تمر بكذا عملية من لحام وتثبيت، ومن كذا مرحلة تعتبر صعبة. بس أهم مرحلة وممكن تكون أصعبهم هي مرحلة تخريم البورد نفسها، واللي غلطة صغيرة ممكن تكسر البورد كلها، ودي أنا يعني عشتها شخصيا. وعشان كده الآلة دي اتصنعت. طب هي بتعمل إيه أو هي إيه وظيفتها؟ هي بسيطة. أنت بترفع لها بس الديزاين اللي أنت عامله للبي سي بي، وهي بتخلص كل حاجة، بتخرم أماكن كل كومبوننت بدقة عالية ومن غير ولا غلطة. وده عن طريق المحاور ال3 اللي بتخلي حركتها سلسة اللي باينين في الصورة. تاني حاجة هي ال ROV اللي احنا خدنا فيها جوائز كتير عرضناها من شوية. ودي برضو فكرتها بسيطة، دي غواصة بس بشكل مصغر، ودي أهميتها كبيرة جدا. إنها ممكن تستكشف البحار أو أي مسطحات مائية عامة على عمق كبير جدا، وكمان بتستكشف المسارات اللي تعتبر ضيقة، وده بفضل حجمها الصغير. وعشان الميزة دي أنت ممكن تستغلها في الصيانة، إنك تتأكد من جودة المواسير اللي بتبقى موجودة على أعماق كبيرة. تالت حاجة وسيلة، ودي الماستر بيس زي ما احنا متعودين نقول عليها، اللي قدرنا بيها نحقق نجاحات كتير، وإن شاء الله النجاحات دي مستمرة. وده ببساطة كرسي لذوي الاحتياجات الخاصة. يقدر يعدل وضعيتهم بإنهم يكونوا في وضع إنهم واقفين مستقيمين كده، وده بيساعدهم جسديا ومعنويا. جسديا بإنك بتحافظ على العمود الفقري من أي تشوه بسبب وضعية الجلوس طول الوقت، ومعنويا بإنك بتساعدهم إنهم يكونوا على مستوى نظر الأشخاص العاديين، وده بيرفع من معنوياتهم جدا. وكمان بيساعد في الحياة العملية لو دكتور مثلا جامعي وحابب يشرح حاجة معينة في وضعية الوقوف اللي بيوفرها الكرسي يعني وضعية الوقوف اللي بيوفرها الكرسي بتساعده جدا على الشرح، سواء كان على السبورة أو حاجة عملية للطلاب. وبرضه زي ما انتم شايفين في فتحة دائرية كده في النص، ده عشان تساعده على دخول الحمام. وآخر حاجة كوبي، واللي شفته اسمه بيتكرر كتير على مدار البرزنتيشن، اللي خد جوائز كتير. آخرهم كان السنة دي المركز التالت في هارد برايز. طب إيه كوبي؟
كان في مشكلة في مصر الآونة الأخيرة، وهي إن في هدر كبير جدا من قش الأرز، واللي إحنا مش بنستفيد منه في أغلب الأوقات، ويعني في الأغلب إن إحنا بنحرقه، وده بيسبب تلوث كبير جدا في الهواء. ففكرنا إزاي نحل المشكلة دي، فوصلنا إن إحنا نستفيد من قش الأرز، إن إحنا نصنع كوباية عادية بنستخدمها في الشرب، في أي حاجة. هي صحية وخفيفة، والأهم إنها صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، وبرضه بيمنع حرق قش الأرز، إن إحنا بنستفيد من الهدر ده. إحنا كبرنا وبقينا أكتر من مجرد فريق، بقينا مجتمع بيدعم بعض وبيخلق فرص حقيقية، ومع الوقت بقينا نسيب أثر في كل حد اتعلم معانا أو اشتغل معانا أو بدأ طريقه بسببنا. 13 سنة من الشغل والتجارب والتحديات خلتنا نقف هنا النهاردة أقوى وأوضح. لكن الحقيقة كل ده ما كانش هيحصل من غير نظام ومن غير ناس فاهمة دورها ومؤمنة بيه. بريكنج بوينت مش شخص، بريكنج بوينت منظومة. وعلشان كده يعني التيم بتاعنا اتقسم لجزئين علشان يكون دور كل واحد واضح. الجزء الأول هو النون تكنيكال. أول لجنة عندنا هي الاتش ار، المسؤول عن التنظيم الداخلي للتيم علشان يفضل متماسك، نكون عيلة بس بتحكمنا أو بتحكمنا مبادئ وأخلاق واضحة ترضي ربنا. وتاني لجنة هي لجنة البي ار. لجنة البي ار هدفها الأساسي إنك تتعامل باحتراف مع السبونسر أو السبيكر. بتبدأ بتعلم مهارات البرزنتيشن عشان تعرف تقدم نفسك والمكان اللي أنت بتمثله كويس. أما تالت لجنة هي لجنة الميديا، ودي مسؤولة عن ميديا التيم بشكل كامل وصورتنا الظاهرة للعالم، واللي بتساعدنا كمان في توثيق كل حاجة بتحصل في التيم أو الإيفنتات اللي إحنا بنستضيفها عن طريق التصوير أو الإيديتنج. لجنة الميديا عندنا بتتقسم لثلاث لجان أو لثلاث تراكات، هما جرافيك ديزاين وفيديو إديتنج وديجيتال ماركتنج. ورابع لجنة هي لجنة اللوجيستكس، واللجنة دي هي اللي بتساعدنا في تنظيم أي إيفنت، من بقى ديكوريشن، زينة، ألعاب، جيفتس، حاجات اللي انتوا بتشوفوها في البروسيس اللي احنا بنعملها. وكمان تنظيم الفلو اللي بيبقى موجود عشان يحافظ على تنظيم أي إيفنت أو بوث، أو اللي هو زي ما احنا بنقول اللي هو الناس اللي بتحافظ على النظام بتاع أي إيفنت أو أي حدث بنعمله أو بنستضيفه. وآخر لجنة هي لجنة البيزنس، واللي نعتبر أكتر ناس متميزين فيها، وده مش بشهادتي، لا بشهادة الانستراكتورز كتير جدا والجادجز اللي اتعاملوا معانا. وطبعا هي مسؤولة عن كل أفكار ومشاريع التيم وتقييمها ومعرفة إمكانية حدوث أي مشروع على أرض الواقع. وإحنا لجان النون تكنيكال عندنا مهمة جدا، أو مهمة لأي مهندس سواء كان لسه طالب أو خريج. وننتقل للجان التكنيكال عندنا، وهي الأوتوميشن، أي سي ديزاين، هاردوير، ميكانيكال، باك إند، وفلاتر. الميكانيكال عندنا بتقسم للجنتين، هو الأوتوموتيف اللي هو السيارات، والروبوتكس اللي احنا متميزين فيه، بيتعلموا فيهم مهارات مهمة جدا في سوق العمل. وطبعا ده واضح في الإنجازات اللي احنا عملناها بفضل اللجنة دي. والهاردوير اللي بيتعلموا فيها كل الأساسيات للكومبوننت والأردوينو والبي سي بي ديزاين والهاردوير ديزاين، بحيث يقدروا يصينوا أي آلة فيها مشكلة أو يبتكروا آلة كمان جديدة. يعني هي من غير لجنة الهاردوير ما كانش في ولا بروجكت من اللي اتعرضوا دول اتحققوا أو ظهروا على أرض الواقع. لجنة الأوتوميشن، وهي لجنة مهمة ومتميزين فيها، بيتعلموا فيها كلاسيك كنترول وبيطبقوها على لوحات. بيتعلموا على لوحات يعني بتاعت كلاسيك كنترول، وبيتعلموا كمان البي ال سي، وده مهم في المصانع. وده غير لجان السوفت وير زي الفلاتر والباك اند، عشان في الآخر الاتنين دول يساعدونا إننا نكون قادرين نعمل ابلكيشن نستخدمه في المشاريع والستارت ابس الجديدة اللي احنا بنطلعها كل يوم. وكمان الاي سي ديزاين اللي احنا متميزين فيه، وقدرنا نكون التيم الوحيد في المنصورة اللي فيه لجنتين اي سي ديزاين، اللي هي انالوج وديجيتال. احنا السيزون عندنا بيمر بأكتر من فترة، بتبقى عنه هو كامب في الصيف مدته شهرين.
كل شهر، كل سنة بثيم معين. بس الكامب ده بيكون في أكتر من مجال. بنعلمهم في التراكات دي، ون... ويعني نزود مهاراتهم في التراكات اللي هم حابينها، لحد لما يوصلوا لمرحلة كويسة جدا وأساس سليم. يعني بنبدأ من زيرو لحد ما يوصلوا إنهم يشتغلوا على بروجكت حقيقية بإيديهم. بنبدأ بالصفر، والتوبكس بتتدرج من البيزك لحد الادفانسد. بس هو ايه الادفانسد ده؟ يعني انا عرفت اللي هو احنا بنبدأ اي تراك من البيزك، بس الادفانسد ده عند كل تيم او عند كل اكاديمية بتبقى حد معين، بتختلف من مكان لمكان. الادفانسد عندنا انهم يقدروا يشتغلوا على بروجكت كامل لوحدهم، ده يعتبر الادفانسد عندنا، وده اللي بيقدروا ينفذوه فعلا في نهاية كل كامب. زي كامب السنة اللي فاتت، اللي كان يعني الشباب الميكانيكال فيه قدروا ينفذوا روبوت ارم وطلعوه بشكل ممتاز، وكمان شباب الهاردوير اللي قدر يعمل دايرة لاين فولور. ده كان بالسنة اللي قبل اللي فاتت، دايرة لاين فولور كاملة بي سي بي، وقدر يوظفها في بروجكت اتنفذ من غير ولا غلطة. والسنة اللي فاتت قدروا ينفذوا فاير فايتنج كار. وكمان عملنا مسابقة روبو سوكر لزيادة التحفيز والمنافسة، وإنهم كمان يطبقوا اللي اتعلموه. من أول كامب كيمة 2023، وبعده كامب فوبوس، لحد كامب نوفا اللي معروض صور بعض من الصور من الكامب يعني عليكم دلوقتي. من الشمال فوق ده مسابقة الأوتوميشن اللي احنا نظمناها وطلعت بأحسن شكل. الاستشانات بتاعت الهاردوير، لمسابقة الروبوت سوكر اللي تميزنا فيها، وكانت مسابقات بمجموع جوائز 40,000 جنيه. ومسابقة البيزنس طبعا اللي أول مرة ننظمها كتيم طلابي في المنصورة، وطلعت برضو بأحسن شكل بشهادة الجادجز اللي كانوا موجودين. وبرضو في نص السنة بنعمل ورك شوب صغيرة زي 3 أسابيع كده، زي كامب مصغر، بيبقى برضو في كذا مجال زي الميكانيكال والهاردوير والأوتوميشن. عملنا فيرتكس السنة اللي قبل اللي فاتت، وبريكنج كينجدوم السنة دي. برضه بيبقى في فاينل بروجكت للآخر، وبنوصلهم إنهم يعملوا بروجكتات كاملة لوحدهم في التراك اللي هم حابينه. أما باقي السنة بنكون شغالين على اللجان بتاعتنا، إن إحنا نبدأ بدايتنا تكون من الصفر، ونوصلهم لليفل أدفانسد هم يكونوا فخورين بيه. وده يكون تمنا، ودي حكايتنا، وشكرا. شكرا ليك يا باشمهندس، ويعني حقيقي استفدت بالحلقة دي. حقيقي عرفت كتير جدا عن بريكنج بوينت، وبتمنى كمان الناس اللي بتتابعنا وشافت الحلقة دلوقتي تبقى عرفت أكتر عن بريكنج بوينت، وعرفت عن النشاط بتاعكم، وشافت إن الوجهة بتاعتكم عاملة إزاي وبتشتغلوا على إيه. ومتأكد إن الناس اللي في المنصورة هتكون شايفة إن النشاط ده لو غالبا يعني حاسبات هندسة وكليات تانية برضو هيكون هو الوجهة المميزة مم. بتاعتهم لمشاريع كتير. شكرا طبعا لوقتك، وشكرا ان انت شكرا. عملت معانا الحلقة دي. وبتمنى لكم ان شاء الله عيد سعيد يعني، وان شاء الله هنكمل معاكم شكرا. حلقات شكرا. تانية اكتر واكتر. شكرا شباب.